لو عندك أي هدف عايز تحققه ما ينفعش تمشي عشوائي وتقول أنا هوصل. لازم تبقى عارف أنت واقف فين ومحتاج تعمل إيه عشان تقدر توصل للهدف ده. هات ورقة وقلم واكتب 4 حاجات. أول حاجة هتكتبها السترينث، نقاط القوة بتاعتك أو الحاجات اللي أنت شاطر فيها. تاني حاجة هتكتبها الويكنسز، نقاط ضعفك أو الحاجات اللي أنت شايف إنها محتاجة منك شغل عشان تقدر توصل لهدفك. تالت حاجة هتكتبها الأوبورتيونيتيز، إيه الحاجات اللي حواليك أو الفرص اللي قدامك اللي أنت ممكن لو استغلتها تقدر توصلك أو تقربك من هدفك. رابع حاجة هتكتبها الثريتس، إيه هي التهديدات اللي حواليك اللي ممكن تمنعك إن أنت توصل لهدفك. دي أداة تحليلية جميلة اسمها السوات أناليسيس. وانس إن أنت قدرت تكتب الحاجات دي هتقدر تعرف أنت فين ومحتاج تروح فين وإيه الخطوات اللي أنت محتاج تاخدها. تاني، أنت مش لازم تاخد خطوات كبيرة، بس لو خطوات صغيرة وبسيطة واحدة واحدة هتقدر توصل وتحقق هدفك. اكتبوا لي في الكومنتس ايه رأيكم في اللي أنا قلته، ولو محتاجين توضيح أكتر يا ريت عرفوني رأيكم.